الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية. مش ممكن على الأداء ومش ممكن على التكتيك النهارده والفنيات والروح القتالية. النهارده ما حسيتش ان في فرق بين السيتي وبين الهلال زي مباراة ريال مدريد كده. في الناحيه الهجوميه الهلال لما كان بيجي يبدا هجمته بيبداها على الطرف، يبعد تماما عن منطقه الضغط بتاعه السيتي، لان من مميزات السيتي بيضغط بقوه من العمق وبيسترجع الكره في لحظات. فالهلال كان بيهرب او بيلعب على الكوره على الطرف بحيث ان الاطراف فاضيه وفيها عدد لعيبه اقل وبيخترق. ومالكم ده حكايه، مالكم ده حكايه. الهلال مرتين تقدم على السيتي رغم ان السيتي كان مسيطر في الشوط الاول ومستحوذ، لكن الهلال متماسك على المستوى الدفاعي. وفي حارس عظيم اسمه بونو، اسطوره من اساطير العالم في حراسه المرمى، وفي كولوبالي، وكل الفريق مش عايز انسى حد، وسافيتش النجم الكبير اللي لمساته بيوزع هدايا، بيدي بيغير يمين وشمال وبيديك شورت باص ولونج باص، بيعمل كل حاجه. النهارده الهلال ما حسسنيش ان ده سالم الدوسري غايب، بالعكس يا جماعه سالم كانه موجود في الملعب. ليونالدو لاعب غير عادي في التحركات، لاعب مش طبيعي. مالكم وسيزر اللي نزل، طبعا اكيد المدرب سحب مالكم عشان سيزر يأدي الحته الهجوميه ويرجع يدافع، يلعب على لاعب دوكو لاعب مانشستر سيتي. مباراه قويه جدا، مباراه عظيمه جدا، 4-3 والهلال ينجح في الفوز ويقصي مانشستر سيتي احد اكبر الانديه في العالم. الهلال فريق كبير رفع راس الامه العربيه، شرف الكره العربيه. انزاجي ده مدرب عبقري، شاف ان مانشستر سيتي عنده مشكله في الكرات العرضيه، بدا يشتغل كرات عرضيه ونجح ان هو يجيب منها اهداف سواء من الركنيات او من العرضيات اللي في الملعب المتحركه. مش ممكن على مانشستر سيتي النهارده، ضايع دفاع، ضايع. الهجمات المرتده للهلال ضربت السيتي اكتر من مره. الهجمات المرتده بيعملوها من على الاطراف بصوره اسطوريه، بسرعه خارقه. الهلال النهارده قدم مباراه اسطوريه ومباراه للتاريخ، استغل كل ثغره موجوده في دفاع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بيندفع، الهلال كان بيعرف يعمل هجمه او بيعمل هجمات مرتده في قمه التنظيم بسرعه قياسيه وعلى الاطراف بحيث ان عدد اللعيبه اقل وبيخترق بسهوله جدا. رونالدو ده لعيب حكايه في تحركاته في كل حاجه. النهارده الهلال يا جماعه عمل مباراه تاريخيه. ممتاز بونو وكولوبالي وكل اللعيبه ومتعب الحربي وكل اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده وسافيتش وكانسيلو وكل اللعيبه عملوا مباراه كبيره جدا. روح قتاليه، الروح القتاليه بتقرب المسافات في المباريات اللي فيه فوارق فنيه، لكن الهلال ما حسسنيش النهارده ان في فوارق فنيه. بالعكس بالعكس يا جماعه، الهلال النهارده حسيت ان هو فريق اوروبي، او كأن السيتي بيلعب ريال مدريد النهارده، مش فارق معاه. مانشستر سيتي ضيع كتير، اي نعم سيطر واستحوذ لكن دفع ثمن اندفاعه المبالغ فيه جدا امام الهلال. اي نعم مانشستر سيتي كان بيحترم الهلال، لكن احيانا كنت تلاقي ال10 لعيبه بتعود السيتي في منطقه جزاء الهلال وطارق وراه مساحات، والهلال كان بيستغل بسرعات مالكم الرهيبه، كان بيستغل تقدم السيتي وترك مساحات كبيره جدا. مانشستر سيتي النهارده يا جماعه مش هينام بعد الاداء الاسطوري ده لفريق الهلال. الهلال عمل كل حاجه في الكره ممكنه. انزاجي درس كويس جدا مانشستر سيتي ولعب على الاخطاء الدفاعيه، وكان بدايه كل شوط يعني بدا المباراه رغم ان هو ما بداش المباراه ضغط على السيتي، لكن الشوط الثاني بدا بقوه، احرز هدف 2-1. وكل شوط اضافي بيبدا بقوه، الشوط الثالث والشوط الرابع بيبدا بقوه وضغط على السيتي، بدا يتراجع وبدا يعمل تغييرات عشان ينشط الفريق. كل اللعيبه اللي نزلت بصراحه يعني الاساسيين زي الاحتياط مفيش فرق ما بينهم، عملوا مباراه كبيره جدا، عملوا مباراه قويه جدا بصراحه. كل الفريق قاتل النهارده من اجل هذه اللحظه، وجت اللحظه وفعلا كولوبالي ينجح في احراز هدف الفوز. جوارديولا نزل كل التغييرات اللي عنده بحيث ان هو يرجع يسيطر على المباراه تاني ويحاول ان هو يخطف في النتيجه ويتقدم على الهلال، لكن الهلال عارف طريقه بالقتال والعزيمه، استطاع انه يفوز. نزل فودن ونزل اكي ونزل كل ورودري كمان، يعني علامه غريبه جدا وحركه غريبه جدا ان هو يسحب رودري، بس بيسحب رودري عشان ينزل
فودن عشان يزود في الناحيه الهجوميه، هو مش عايز حد في نص الملعب، عايز يزود عدد اللعيبه المهاجمين او عدد الهجوم جوه منطقه الهلال. مانشستر سيتي اي نعم منظم، كل واحد واقف في مكانه في الهجمات، تحس ال10 لعيبه في منطقه الجزاء الهلال، لكن الهلال تماسكه الدفاعي رغم ان في بعض الاخطاء البسيطه، لكن متماسك، وحارس مرمى بطل كان بيلاعب مانشستر سيتي لوحده في الشوط الاول، هو سبب من اسباب فوز الهلال. وبونو بونو طول ما معاك بونو بامر الله هتكون فايز، وفاز فعلا الهلال على مانشستر سيتي. الواحد من الفرحه والله ما عارف احلل، لكن فعلا الهلال يستحق، فريق بطل شرف الكره العربيه، باذن الله يفوز على فلومينيزي ويتاهل لنصف نهائي